ايوه بقى، احنا اللي بنعمل من الفسيخ شربات، وبنعمل كمان من البتنجان كباب يا جماعه. هاتي بقى سيخ الشوي بتاعك، وهاتي البتنجانتين اللي عندك في باب التلاجة، وتعالى اقول لك، لا هنعمل مسقعه ولا هنعمل بابا غنوج. هنعمل وصفه حلوه جدا من حلاوتها، مش هتصدقي الطعم. البتنجان يا جماعه هنحوله كباب. محتاجه منك بقى وانت داخله عليها تتفرجي الفيديو كده، ما تخشيش ايدك فاضيه. ايد على اللايك، وايد على الشير، وايد كمان على الاشتراك، وتعرفيني بتتابعيني منين، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك على الوصفات الكتير اللي انا بقول لكم عليها طول الوقت. والناس بقى اللي خلقها ضيق وبتزعل من موضوع اللايك، انا خلقها ضيق وكمان الكبه وقعت منها. هعدل بقى الكبه واحط فيها كده البصلتين كبار، وهفرمهم او اضربهم ضربا مبرحا لغايه ما يبان لهم اصحاب يا جماعه. اهو لغايه ما البصل ينعم معايا، نعم يعني ينعم يتفرم معايا قوي. لو قلت تعصريه اعصريه، هنحط عليه شويه ملح ونركنهم على جنب عشان البصل ينزل السوائل بتاعته اللي انا محتاجاه. عندي بقى فضلة خيركم كده بباب التلاجة بتاع الديب فريزر كيلو من اللحمه اللي هي الايه، سلسله الذبيحه يا جماعه، اللي هي ناحيه الريش كده. دي مخصصه للشوي. غسلتها كويس جدا وصفيتها وقطعتها مكعبات صغيره. جميل جميل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعصر البصل بتاعنا كده من الميه بتاعته. هنرمي التفل يا شيمو، ما عندناش حاجه بتترمي، هنعمل منه الرز يا جماعه البسمتي، وهنحط شويه منه على السلطه، يعني مفيش حاجه بتترمي. هنحط بقى ايه، هنحط معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه كبيره من العسل، ومعلقه كبيره من الهريسه اللي انا عاملاها معاكم، وانا زعلانه على الفيديو اللي نزل ومحدش يتفرج عليه. وطبعا الملح المناسب يا جماعه، ومعلقه كبيره من الخل. هنقلب كل الكلام ده وهننزله على اللحمه، وهنقلبه كويس جدا. والموضوع محتاج ان هو يتحط في التلاجة اقل حاجه ساعتين 3 علشان يتشرب كده من الايه، من المكونات ديت، ويبقى طعم اللحمه حلو. دخله بقى في التلاجة. بوريكم هنا اللي انا ايه، هسلق حمص كمان عشان اعمل سلطه حمص، بس مش موضوعنا. تعالوا بقى نجيب البتنجان بتاعنا بعد ما غسلناه وقشرناه، نقطعه مكعبات كبيره كده بالشكل ده. بصوا موضوع سهل، ولا اسهل من كده، ولا لك كتير يا جماعه، ولا حيلة ولا طبيخ ولا وجع دماغ. مش هنستعمل البوتاجاز خالص النهارده. قطعنا بقى البتنجان مكعبات كده. ويا سلام بقى لو البتنجان يبقى زي البتنجان اللي انا بقطعه ده، مش مبذر، يبقى حلو كده عباره عن لحم يا جماعه ملحم كده. هنحط برده معلقه كبيره من الهريسه اللي انا عاملاها معاكم. الهريسه دي عامله زي البقدونس، بتدخل في كل الاكلات. هنحط شويه ملح بقى، وشويه زيت صغيرين، وهنقلب بقى الخلطه دي. انا عايزه اقول لكم جوزي يقول لي بس تتاكل ني، يعني البتنجان بالهريسه اللي انت عاملاها دي تتاكل ني. حطيت بقى حتتين فحم كده على النار يا جماعه عشان يسهل في وسط الفحم اهو. واحطه بقى في الفحم اللي هو مش يعني فحم مطفي عادي. كله هيشعلل دلوقتي، شعللها شعللها او ايدها او ايدها. هوا عليها كده، كل ما تديها هوا ايه، تديك ايه، تديك نار. بس كده ظبطت الفحم خلاص، سهل اهو. وكله ايه، لحم في بعضه. هجيب بقى الشبكه بتاعت الفراخ، عشان مع الشبكه بتاعت البوتاجاز طبعا كبيره. تعالوا بقى نجيب الاسياخ. عايزه اقول لكم السياخ دي بالها ولا 17 18 سنه عندي، هي والشوايه اللي انتوا شايفينها دي. هجيب بقى اللحمه كده، بحطها بالشكل ده بين كل واحده قطعه من اللحمه، قطعه من الايه، بتنجان واحده، بتنجان واحده لحم. عايزه اقول لكم يا جماعه لما استوت، قسما بالله اللي بياكل معارف البتنجان من اللحمه ياكلوا كده يقول انا كل ما اكل حته لحمه تيجي حته بتنجان في. طعم البتنجان خطير، اولا استوى، ثانيا بصوا واخد من الطعم اللحمه بطريقه غير طبيعيه. طعمه خطير 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 بجد والله العظيم، مش ببالغ، بس فعلا طعمه حلو جدا. اهو بالشكل ده. في اسهل من كده اظن مفيش. قطعه من اللحم، قطعه من الباذنجان. الباذنجان الطازج. بس كده هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا على الاسياخ يا جماعه. وتعالى اوريكم بقى هنا الشوايه بتاعتي الصغيره الجميله الكيوت. بس بوريكم الاسياخ، يا سلام. اوعى بقى. وسبت طبعا الفحم لما ايه بقى ما شاء الله، بصوا اهو. طبعا ويا سلام بقى لو في بلكونه يا جماعه والجو والطلق بقى، يا سلام، خلي الجيران بقى تشم. هنحط بقى الاسياخ بتاعتنا كده ونسيبها، وشويه كده نبقى نقلبها. تعالى اوريها لكم لما بقى قلبتها اول تقليبه شكلها بقى عامل ازاي. بصوا ما هذا الجمال يا جماعه، ما هذا الباذنجان. بصوا عايزه اقول لكم بقى، قلبوا فيها بقى هتلاقوها حاجه خطيره خطيره. اعملوا بقى سلطه حياتي، اعملوا بقى سلطه حمص كده بالطحينه زي ما انا عملت. سبت مريم هنا ايه محتاسه، قلت لها وسعي بس كده لما اوريهم بس الكباب لما استوى. البتنجان والكباب بقى يعني بص شيء واحد. مين البتنجان ومين الكباب؟ مفيش اهو.
حطيته كله في السندوتش. حد عارف حاجه؟ ما حدش عارف حاجه. حطوا بقى سلطه الطحينه وسلطه الحمص وبابا غنوج وسلطه الخضار والعيش الطري، وعيشوا حياتكم يا جماعه واستمتعوا. الحياه قصيره مكيره يعني، عيشوها بالطول والعرض. بصوا شايفين بقى الجمال؟ ها تدوني كام من 10؟ يا سيدي يا سيدي. الناس اللي بتبخل عليا باللايك وبالشير انا زعلانه منكم جدا يا جماعه، وامانه في رقبتكم تحطوا اللايك والشير بتاعي لو وصلتي لغايه المقطع ده. وما تنسيش بقى تشتركوا في القناه وتعرفيني بتشوفيني من انهي بلد، لاني بفرح جدا وبتبسط بيكم وبتشرف بيكم كاخوات وصحبه يعني كويسه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.